في خيانة كبيرة بالموضوع. نادر زين الدين بزنزانة من 8 سنين وتحت حراسة أكثر من مشددة. ما له قيد بالسجلات. ضباط وحراس السجن بينادوا له برقم وما بيعرفوا اسمه. بقى وضاح منين عرف؟ هاد بده تحقيق كثير كبير. سيادة الرئيس، أرجوك تعفيني من هذا الاجتماع. أنا بجو هيك كله تشكيك وتخوين وعدم ثقة ما فيني أكمل. شو لعبة ترنيب حتى ما تكمل؟ عاصي اهدى. أخي واحد مننا سرب الخبر. ليه ما تكون الست الوالدة مثلا؟ حيدر! عاصي اهدى ولا بقى ترفع صوتك. أنت سمعان شو عم يقول؟ عود أخي عود. عود عود حيدر. اهدى واسمعني. أمي ما بتعرف إنه نادر عايش، لهيك هذا الاحتمال مو مقبول. يا سيدي حتى لو بتعرف، منين هذا الحشرة اللي اسمه وضاح بده يعرف إنه نادر عايش؟ ضروري نسأل عن الموضوع. ليه ما تكون الست سامية كمان؟ الست سامية بتعرف إنه نادر مات. بعرف سيدي، بس نحن كرمال شيلني. من كيف عرف؟ معنا وقت لنعرف كيف. المهم هلأ شو الخطوة الثانية؟ سيدي كل الناس اللي كانوا بالحفلة صاروا بإيدينا وانقصت لساناتهم. يعني الخبر ما طلع برا الناس اللي كانوا بالحفلة. الشخص اللي ظهر مع وضاح بفيديو المطار اسمه خاطر. كان معتقل سياسي سابق وكل تفاصيل حياته بإيدينا. شو ممكن يقول وضاح بعد ما تنتهي المالة؟ سيدي ممكن يحكي كثير، بس أخطر ملف على الإطلاق هو ملف الناصرية. أكيد ما طلع برا البلد؟ أكيد. راجعنا كل الكاميرات بالكاريدورات وبالممرات وبالمدارج، ما لقينا له أي أثر على الإطلاق. طيب هو ليش راح لهنيك؟ يبدو بده يضللنا يكسب شوية وقت. بس أنا اللي ما لقيت له جواب، ليه بعد ما عمل عملته ما هرب؟ ليه بقي بالبلد؟ ابن الكلب. الأهم سيدي إنه القصة ضبطت، وفي معنا وقت لنفكر بالخطوة الجاية على مهلنا. قبل ما أنزل على الزنزانة اللي عند نادر توقعت ما يكون له صلة باللي صار أو عنده أي معلومة مفيدة، بس توقعي ما كان بمحله. للأسف سيدي صعبت المهمة شوي. يا سيدي لا صعبت ولا شيء. نادر كلب وفطس، وموضوع نسوان المسؤولين بيسوى 3 فرنجات. شهر تاني منجيبهم كلهم ومنعفسهم بالصرمية واحد واحد. واسم سامية قصة اختلقها واحد بختل. يا سيدي حتى لو بده يحكي فيها مستعد اذبح ولا يبتزونا. وملف الناصرية اللي انفضحوا من السياسيين تتركون بمراكزهم. وقت واحد بيرفع راسه من طالع ملفه.